ضحك ضحكة خبيثة وهو بيبص الآية من فوق لتحت. ما قلتليش يا كتع هتاخدي كام وتسيبيلي البت دي؟ اصلها داخلة دماغي وانا مستحيل اسيبك تخرجي من هنا وهي معاكي. تاخدي كام؟ ايه؟ انت بتقول ايه يا دكتور؟ انت عاوز البت عالية؟ بس عاوزها ليه؟ هي البت عالية دي مش للبيع. البت دي معايا وشغالة معايا وهي اللي بتجيب لي الولاد، هي والواد سليم اللي معاها ده، هما اللي بيجيبوا لي العيال ومحدش بيشك فيهم. لو راحت انا مستحيل الاقي واحدة زيها. لا، البت دي مش للبيع. ضحك ضحكة خبيثة ولا. بص يا كتع، قلتلك هتاخدي كام؟ اللي انت عاوزاه في البت دي هديهولك، بس تسيبيلي البيت. مفهوم؟ وهديكي مفاتيح الشقة بتاعتي وتوديها هناك وتستنيني لحد ما اجي. اظن ان انت فهمت مقصودي صح؟ انت بس وافي وقولي اه، وفلوسك هتاخديها كاش في ايدك. فاهمة؟ بس البت دي تلزمني يا كتعة. والبت اللي وقعت في طريقك دي تقدر توقع غيرها، مش صعبة يعني. بس اللي فاجئهم وصدمهم كلهم لما اتكلم سليم بغضب وهو بيخلي آية وراه. اتكلم وقال لهم محدش فيكو هيقدر انه يقرب ناحية عالية. انتوا فاهمين؟ هو انت يا كتع، انت ما تعرفيش انا ممكن اعمل ايه. اوعي تفكري انك تبيعيها، هي مش سلعة عشان تتباع. آية بحزن: سيلي، ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت بتدافع عني؟ معقولة؟ انا كنت فاكراك انك بتكرهني ومجبر انك تروح معايا. عالية، ده مش وقت كلام. لما نبقى لوحدنا ساعتها اتكلمي في اي حاجة انت عاوزاها. دلوقتي خلينا نشوف المصيبة دي. ايه اللي انت عاوزة يا دكتور يا ليلي الادب؟ اتكلم الدكتور بنبرة شر: ما تسكتي الكلب ده يا كتعة، سايبه بينبح كده ليه؟ ها، قلت ايه؟ انا مش هكرر طلبي اكتر من كده، وانتي عارفة كويس ان انا لما بعوز حاجة باخدها. يبقى سلميني البت بالتي هي احسن. الكتعة بشر. وانا اقدر ارفض لك طلب يا دكتور؟ طبعا، البت هتكون ملكك. اديني المفاتيح بس. انا مش هديها لك بأقل من 150,000 جنيه. ما أنا ممكن انت يعني تاخد منها كلية ولا حاجة، ما حدش ضمنك. يبقى كنا انا خدت حصتي. موافق ولا لا؟ هاي في نفسها: اه يا ولاد اللذينة، بقى بتتفقوا عليا عاوزين تبيعوا فيا؟ فينك يا بابا؟ فينك؟ تعالى تشوف بنتك بيحصل لها ايه. ما هو انا الصراحة اللي ورطت نفسي فيها. هحاول ان انا هماطل معاهم واسكت لحد ما يجي بابا ويطب عليهم فجأة. هياخدهم ساعتها كلهم على البوكس. لكن لكن هما كمان هياخدوا سليم. اتكلم سليم وقال لها: بقولك ايه، ما تخافيش، انا مستحيل اخليهم يقربوا منك. مستحيل. انا عارف الكلب ده عاوز منك ايه، عشان كده هحميكي. عندي 3. لو القطعة رضت انها تبيعك ليه، عندي 3 همسك ايدك وهنهرب مع بعض. موافقة؟ مفيش حاجة تغلى عليك يا دكتور، خدها. بس زي ما اتفقنا. انا عاوزة 150,000 جنيه، بس انا هوديها لك بعد ما تديني كمان فلوس البيت دي اللي جبتها لك عشان تاخد منها الأعضاء. يلا بسرعة دخلها الغرفة واعمل لها العملية، وانا هفضل مع الولاد. وانت يا واد يا سليم، لو سكت كده وما عملتلناش اي مشاكل هديك نصيبك. اما لو حاولت اعمل اي مشكلة للأسف هضطر ان انا اخون عوالي، وهتكون انت الطفل التالي اللي هناخد منك كل الاعضاء وهنرمي جثتك للكلاب. واضح انها هتسلك معانا الطريق الصعب. يلا استعدي، عندي 3 هنهرب. لكن فاجأته آية وهي بتقول. ضحكت بصوت عالي وقالت: لا مش قادرة بجد. انا مش متخيلة ازاي انت كده بتغدري بالسرعة دي وكمان بتدي ثقتك بسرعة كبيرة. مش خايفة؟
مش خايفة إن في حد كده يطب عليكوا هنا ويحجزكوا كلكوا ويسجنكوا؟ بس واضح إنكوا أغبياء، أغبياء لدرجة كبيرة أوي، لدرجة إن طفلة صغيرة قدرت إنها تضحك عليكوا كلكوا. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا بت؟ هو انت دماغك عيارها فلت ولا ايه؟ انت اتسرعتي ليه بس يا آية؟ كنت تصبري شوية، دول هما خلاص هنا في المستشفى. الكتعة بغضب. هما مين؟ انتوا تقصدوا مين؟ انت يا بت، مين البت دي اللي جبتوها معاكم؟ هو انت كمان متآمر معاهم يا سليم؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ فهموني. خوف يكونوا الشرطة هما اللي بيتكلموا عليهم. في اللحظة دي دخل جاسر وهو بيضحك ومعاه قوة من الشرطة، مسكت الدكتور ومسكت الكتع ومسكت كمان سيلين. اتكلم جاسر وقال: الشرطة اللي انت كنت خايفة منها جات لحد عندك يا كتع، هاديكي وقعتي أخيرا انت وكل الشبكة الإجرامية اللي معاكوا. انت يا دكتور وائل يا اللي عمرك ما كنت تستاهل في يوم تتقلك يا دكتور. الدكتور بيعالج الناس وبيحس بألمهم وأوجاعهم، بس انت كنت بتقتل أرواح بريئة علشان بس تبيع أعضائهم وتربح الفلوس. بس هي دي نهاية كل شرير، هتبقى ورا القضبان وأنا هحرص إنك تاخد إعدام. سين بغضب: انتي وشيتي ليهم بيا؟ انت كنت شغالة معاهم من الأول وما قلتليش وخليتيني أتورط. انتي هتدمريني وأنا كنت عاوز أنقذك من بين إيدين الدكتور ده. انتي ليه عملتي فيا كده؟ ليه؟ أنا بكرهك يا عالية. ولا إن كان بقى ده اسمك الحقيقي؟ أنا سمعت الراجل ده بيقولك يا آية أنا بكرهك أيا كان اسمك، ولما هخرج هنتقم منيكي، عمري ما هسامحك لآخر يوم في عمري، وتذكري الكلام ده. مستحيل أسامحك وهأذيكي، استنيني بس لما أخرج. أنا فاكرك كويس، مهما غيرتني السنين ومهما غيرتك هفتكر وشك ده كويس. حست آية بالأسى على سليم واللي نهايته هتكون ورا القضبان في سجن الأحداث. اتكلمت وقالت: ما تلومش حد غير نفسك، انا انا كنت بس بحاول اعمل واجبي. انت كنت هتعمل غلط ولا نسيت؟ كنت عاوز تموت بسمة من غير ما تحس بيها، بس لمجرد انك كنت فاكرها انها واحدة مشردة وملهاش اي اهل. كنت عاوزها تموت وتاخد انت من وراها فلوس قليلة جدا. حتى لو كانت الفلوس كبيرة، ده ما يديكش الحق ان انت تشارك في عملية اجرامية زي دي عشان تقتل نفس. النفس عزيزة عند ربنا، وكمان القانون مش بيسامح على حاجة زي دي. سواء كنت صغير ولا كبير انت هتفضل مجرم في نظر القانون. انا ما عملتش حاجة غلط، بالعكس انا عملت الصح واللي كان لازم ينعمل. سيف كمان راح مع جنة ومعاهم قوة من الشرطة وتوجهوا ناحية البيت اللي كانت فيه عوالي والأطفال اللي معاها كمان، وقدروا إنهم يقبضوا عليهم وكمان قبضوا على زازا وجرجير، اللي هم يعني الاتنين الأشرار اللي معاهم ما انتوا عارفينهم. وقدروا إنهم ياخدوا الأطفال دول ويرجعوهم لأهاليهم بعد ما عرفوا إنهم كلهم كانوا مخطوفين، ما عدا 3 أو 4 أطفال كانوا مخطوفين من الملجأ ورجعوهم للملجأ من تاني. وأما والي والدكتور وائل وكمان الكتعة فدول خدوا حكم إعدام واتنفذ فيهم الحكم وما تأخروش. الصراحة دول يستاهلوا الحرق والله. أما بالنسبة لسليم فأخد حكم 6 سنوات مع الأعمال الشاقة في سجن الأحداث اللي هو سجن الأطفال. ولحد هنا تكون خلصت حلقتنا، بس لسه ما خلصتش حكايتنا. استنونا في حلقة جديدة إن شاء الله، مش هنتأخر عليكم في تقديمها. سلام.